سنعرض لكم في هذا المقطع ردة فعل أشهر مقاتلي اليو اف سي على تتويج البطل النيوزيلندي كارلوس ألبيرك بلقب بطولة الوزن الخفيف الثقيل أمام الغبي ييري بروهاسكا. وفي الآخر سنعرض لكم ما قاله محمد أنكلايف بعد هذا النزال. ولكن قبل البدء ندعوكم مشاهدينا الأعزاء بأن تدعمونا عن طريق ميزة التشكرات لنستمر معكم، ولا تبخلوا علينا بالدعم. حيث أبهر كارلوس أولبيرغ عالم الفنون القتالية المختلطة بواحدة من أكثر الضربات القاضية إثارة للدهشة في تاريخ منظمة اليو اف سي. رغم معاناته الواضحة من إصابة في ساقه لم تحدد شدتها، تمكن أولبيرغ بطريقة ما من توجيه لكمة قاضية أسقطت ييري بروهاسكا أرضا على إثرها، منيا بذلك نزالهما الرئيسي في بطولة يو اف سي 327 ومنتزعا لقب الوزن الخفيف الثقيل الشاغر. كانت هذه نهاية مذهلة لمسيرة أولبيرغ التي امتدت ل5 سنوات نحو قمة في هذه الفئة الوزنية، وقد أزال إنجازه أقرانه تماما، وكان اللقب شاغرا بالفعل بعد انتقال البطل أليكس بيريرا من هذه الفئة إلى فئة الوزن الثقيل. لذا ستكون هذه ضربة قوية لمنظمة يو اف سي إذا تم إيقاف أولبيرغ لفترة طويلة، لكن في الوقت الحالي يمكن لأولبيرغ وفريقه الاحتفال بفوز تاريخي على اللقب. وأصبح في رصيده ما مجموع 15 انتصارا وهزيمة واحدة، ليحقق بذلك حقبة جديدة في مسيرته القتالية. والآن سنعرض لكم ما قاله أشهر مقاتلي اليو اف سي. جمال هيل: إصابة عنيفة تعرض لها ألبيرغ بتمزق في وتره، أمر جنوني. نعم، هذا ما يبدو عليه الأمر. ديريك برونسون: ييري، ما هذا الذكاء، أنت في قمة الغباء. كيني فلوريان: على الرغم من كل خبرته يبدو أن ييري يدرك الآن فقط أنه لا يمكنك ترك مقاتل مصاب يفلت من العقاب خلال نزال على بطولة العالم. أيمان الذهبي: إذا أراد الله لك الفوز فلا شيء ولا أحد يستطيع إيقافك. تهانينا لأولبيرغ، يا لها من طريقة لتصبح بطلا. توم لولار: لم أقم بانقلابين منفصلين 180 درجة على مقاتلين كما فعلت الليلة. ما الذي يفعله ييري بروهاسكا بحق الجحيم. أندريه ليما: يا لها من معركة مجنونة، كان ييري مسيطرا عليها. سيتم تسجيل هذا النزال في كتب التاريخ. تهانينا للبطل الجديد، لقد كان ذلك جنونيا. بيبليك كوارانتيلو: يا إلهي، كان ذلك جنونيا. لا أستطيع أن أقول إنني رأيت ذلك من قبل. على الأرجح
تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، لكن أولبيرغ ما زال يمسك بييري ويحقق الضربة القاضية. أمر لا يصدق. داستين جاكوبير: يا إلهي، تهانينا لك يا ألبير كارلوس. جيلبرت بيرنز: يا لها من مباراة. وأضاف: يا لك من مسكين يا ييري بروهاسكا. بلال محمد: فبعد تحقيق ألبير كارلوس اللقب، أصبح الآن يمشي كالبطل وكأن شيئا لم يكن. يتساءل الرجل عما إذا كان سيحتاج إلى جراحة في الركبة وسيصبح اللقب شاغرا. فقد علق ييري بروهاسكا بعد النهاية المدوية: توقفت لأنني شعرت بالشفقة، شعرت بالسوء تجاهه. إنه أحد أكبر الدروس التي تعلمتها في حياتي المهنية. سأعود. الحياة هي كل شيء عن التعلم والتحسن. شكرا لكم جميعا على الدعم. أعتذر عن هذه الكارثة. وأخيرا، محمد أنكلايف: ييري، لا تتحدث عني مرة أخرى. يمكنك التحدث عني فقط إذا كنت تريد القتال. لا أحد من هؤلاء الرجال في مستواي. تهانينا يا كارلوس. فما رأيكم مشاهدينا الأعزاء؟ وبهذا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء. He hit it with that hook. We got him. He got the back step left hook. That is his best shot. He's knocked everybody out with it, and he did it again. He did it again. Stoppage, Carlos Ulberg. Oh! Quick shot from Ulberg. Chukwi is on shaky legs. Now he's down. And now he's out. That's it. Blackjack. But Ulberg. The way he's fighting right now. Oh! 1-2 combination. Black